دكتور، لو جات لك حالة في العيادة وعندها ألم مزمن في الحوض، ممكن أعرف من حضرتك كطبيب بتبدأ التشخيص منين؟ حلو قوي السؤال ده يا محمد. بص، انا زي ما قلت لك انا دايما بحاول اخد كل حاله كستوري كده، بنقعد نحكي مع الحاله. الوصف بتاع الالم مهم جدا، بدايته ايه ونهايته ايه وشكله عامل ازاي وبيبدا امتى بيزيد امتى وبيسمع فين. الوصف بتاع الالم نفسه هو الكورنر ستون في توجيه انا هركز في اي بند بالظبط. هركز مع الرحم والمبايض والبطانه المهاجره والاورام اللي فوق، ولا هركز مع المثانه العصبيه، ولا هركز مع القولون العصبي، ولا هركز مع مشاكل عضويه في القولون، ولا هركز مع الاورام، ولا هركز مع الاعصاب والعضلات بتاعه الحوض. فوصف الالم نفسه بيبدا امتى وبينتهي امتى وبيسمع فين وبيعمل ايه، ده اللي بيخليني اركز بالظبط. بالنسبه بقى للحالات اللي انا هركز فيها شويه، لان هي فعلا مهمله وحالات كتير جدا عندها المعاناه ديت وما بتتشخصش وبتلف كتير جدا وما بتتشخصش، اللي هي الحاجات اللي امتى اشك ان انا فعلا الوجع اللي عندي ده اعصاب وعضلات. دايما وجع الاعصاب والعضلات بيكون زي الانقباضات، تحس يقول لك انا حاسس ان في طوبه او في سكاكين بتقطع فيا. يحس ان يقول لك إن انا عندي مثلا الام شديده مع العلاقه الزوجيه. احيانا تشتكي من زي كهرباء بتحسها في منطقه الحوض وحوالين منطقه الشرج. العينه تقول لك انا لو قعدت فتره طويله ممكن بحس اكن انا قاعد على نار، حاجه بتحرق فيها من تحت. اي الم خاص بالاعصاب دايما بيكون في الاتجاه ده. العضلات بتاعه الحوض لو حصل فيها انقباض ممكن تعمل تشنج مهبلي، تعمل الم شديد جدا مع العلاقه الزوجيه. ممكن تعمل تشنج في عضلات البطن، تيجي ماسكه جنبها كده تقول لك الجنب ده انا ما بستحملش. تيجي لك اللي هو الابدومينال كيتينوس نيرف انترابمنت ده، تمسك بطنها من الجنب كده تقول لك انا عندي في الحته دي سكاكين بتقطع فيا. فهي الحالات اللي زي الشكوى دي دايما بتبقى متجهه، او مش دايما عشان ابقى دقيق، غالبا بتبقى متجهه في اتجاه العضلات والاعصاب بتاعه الحوض. الشكوى بتاعه البطانه المهاجره احنا اتكلمنا عنها، بتبدا امتى وبتنتهي امتى. الاورام اللي فيها احنا اتكلمنا عنها. المثانه العصبيه برضو اتكلمنا يعني معروف شكوتها ايه، ان هي بتبقى مرتبطه بالمثانه بس مش بتسمع في اماكن ثانيه. فالحالات اللي عندها شكوى بالمنظر ده لازم تركز كويس وتوجه حتى الكشف بتاعها وتركيزها وتشخيصها ناحيه الاعصاب والعضلات بتاعه الحوض.